الأفاعي إسماعيل؟ والله الأفاعي هذا لا شيء عندي، هذا لا شيء يعني يضيع بسنانه، أريد أكبر أنا. ما لقينا إلا هو، يعني لم نجد سوى هذه الأفاعي، لأن الفترة كانت قصيرة، لم نستطع أن نؤمن أفاعي أكبر أو حتى عقارب. أدور كوبرا، أنا ادمنت عليهن. هو آكل كوبرا شي مرة؟ آكل كوبرا، هذا لا شيء هذا. يعني أنت عامل حسابك الليلة بدك تتعشى عنا، ففوجئت انه الوجبه الوجبه خفيفه، يعني بدك ما تواخذنا يعني. صحيح. بدك ما تواخذنا. صحيح. هذا انا هسه عبالي اكبر، طبعا هذا لا شيء عندي هذا، وانا اكل مو بس هذا، اكل 63 وحده. 63 وحده مع بعض؟ 63 وحده عقربه مع افاعي. طيب والسم اللي في داخلهم ما بتخاف انه يقتلك، انه يموتك؟ ما اخاف منهن، لان اكلها هي والسم مالتها، وهي حيه مو ميته، هي والعقربه حيه اكلها مو ميته. طيب والسم يعني بيقول عايشه وهي عايشه طبعا. والسم اللي موجود فيها ما يعني ما بيأثر عليك، ما بيقتلك؟ لا ما يقتلني. طيب وفي حال لدغتك الأفعى هل تتأثر؟ لا. شي مرة لدغتك أفعى؟ إيه عادي تلدغني، بس ما تأثر بي ولا شيء؟ ولا شيء. طيب شو بتاكل غير حيايا وعقارب؟ بس حيايا وعقارب. طيب كيف أدمنت على الحيايا والعقارب؟ صار لي 20 سنة. ولكن أول مرة كيف حصلت معك؟ أول مرة هو ادمنت عليه هنا أنا. أول مرة لقيتها قالوا لي هذا لا تشيلها، هاي سامة، هاي حتى متعضك تموت. باوعت عليها قلت لهم ما يخالف، أنا أريد أموت. أنا أجي وأشيلها، شيلتها وكان آكلها. طيب وشي يوم إذا ما قدرت تاكل أفاعي، يعني حيايا أو عقارب، شو بتحس؟ أحس جسمي تأذى. ومين بيأمن لك الحيايا تضل موجودة كل يوم عندك؟ أنا أدورهن وألقاهن، أظل أمشي وأدور عليهن وألقاهن. ومتزوج؟ متزوج. شو عندك أولاد؟ 7. الله يخلي لك إياهم. الله يسلمك. الأولاد أولادك بياكلوا كمان أفاعي وعقارب؟ لا ما ياكلوهم، بس وياهم بالبيت وتنام وياهم عادي، ما تسوي لهم شيء، ما يخافون منها. طيب ما بيخافوا منهم؟ لا ما بيخافون منها. طيب وانت ما بتخاف انه يلدغوا الاولاد لا سمح الله يعضوهم؟ ما عليهم شيء، ما اسوي لهم كل شيء. طيب بدك بس على مسؤوليتك الخاصة يعني. عادي ماكو اشكال. لا بدك تقول لي انه على مسؤوليتي، لانه انا على نحن على اليوتيوب وصورك، وانت عم تاكلهم يعني. عادي، لانه هو بيسمهم، يعني الشباب جايبينهم السم موجود فيهم. هو انا اريدهن سامات، انا ارتاح اللي بيها السم. ترتاح اللي بيها السم؟ اللي بيها سم ارتاح لها انا، بس اللي ما بيها سم ما اسوي شيء، ما صحي لراسي. طيب شو بتحس لما تاكل حية سامة؟ اذا ما اكلهن ظل مقلوق. نعم. طيب كيف فيك تعرف اذا فيها سم او لا؟ هي اي حية بيها سم. ايه اي حية بيها سم. وسأل يا لا بدك تاكلها هيك؟ هي طيبة؟ نعم هي طيبة. لا بدك بلاها عن جد بلاها خلص.